الحكم السنغالي اللي أدار مقابلة الجزائر ونيجيريا هو أسوأ حكم في الكان هذه. هذا رأيي الشخصي. السلام عليكم. بصراحة الحكم هذا أثر على نتيجة المقابلة. هذا رأيي الشخصي. حتى وإن سلمت 100% أن المنتخب النيجيري أفضل من المنتخب الجزائري، أكيد ما في شك المنتخب النيجيري ويستحق أنه ينتصر، ما قلتش، لكن قلت أنه أثر. كيفاش أثر؟ لأنه ضربة الجزاء اللي جت في الشوط الأول في بداية المقابلة هذه لو تعطات، وتقريبا أنا سمعت 5 6 حكام الكل تحدثوا أنها ضربة جزاء واضحة، اليد باينة واللاعب موجود داخل منطقة 18 متر، فهي ضربة جزاء ما فيهاش شك. لو تعطات ضربة جزاء هذه حتى لو المنتخب النيجيري أقوى من الجزائري، تعرفوا أنتم في الكرة ماهيش علم ثابت، ماهيش علم صحيح، ممكن تتغير مجريات المقابلة حتى لو كان المنتخب النيجيري أفضل، وأكيد النيجيري أفضل من الجزائر بصراحة، تكلموا بصراحة. طبعا انا شوف راني نعرف ثم مشكلتنا احنا في شمال افريقيا اليوم داخلين في حساسيات برشا. نشوف ان ثم جزائريين كانوا يشجعوا ضد المغرب، تكلموا بصراحه، وشفت من بعد مغاربه كيف كانوا في ضد نيجيريا، الجزائر ونيجيريا، شفت زاد مغاربه يشجعوا في نيجيريا وجايين ضد الجزائر. والحساسيات هذه موجوده وصارت حتى تونس دخلت على الخط معاهم. يعني أتكلموا بصراحة اليوم نذكر أنا من سنة ونص ومن سنتين كان مشكلة زاد بين تونس والجزائر، مشكلة الصحراء، ولما هذا رئيس الصحراء هذا راح زار تونس واستقبلوا الرئيس التونسي على سجاد أحمر الحصير، وصارت مشاكل وخرجوا لك المغاربة قالوا لك تونس ولاية جزائرية تابعة الجزائر، وردوا عليهم التوانسة وانتم ولاية إسرائيلية صهيونية. المهم اليوم تغيرت المعطيات وولوا التوانسة والمغاربة مع بعضهم، وحتى تونس والجزائر اليوم ولت مناكفات، التوانسه يسبوا في الجزائريين والجزائريين يسبوا في التوانسه، ما تفهم شيء. الله يهدي. انا بصراحه المستويات هذه ما نحبش ننزل لها، لانه الانسان لما يبدا يحكم على مقابله او باش تحكم على ظاهره سواء رياضيه ولا سياسيه، يلتزم ثم شويه مبادئ عقليه وثم شويه مبادئ منطقيه في المنطق نتناقشوا بها ونشوفوا الصحيح من الغلط. بكل تجرد، انا اتحدث بكل تجرد، ما يدخليش بالحساسيات هذه بتاع الجماهير الجزائريه والتونسيه والمغربيه والمصريه، مانيش باش ندخل في الحساسيات، نحكم على الظاهر وعلى اللي شفته. ضربه جزاء للجزائر اقسم بالله كالشمس في وضح النهار ما فيهاش. واللي بصراحه واللي نرفزني اكثر انا اني شفت الحكم هذا الوراق الصفر 4 أو 5 للجزائر، يعني تخرج بكل سهوله، ما يترددش وما يفكرش فيها. والعكس اني شفت النيجيريين استحقوا مرتين او 3 اوراق صفراء وما عطاهاش. اكثر لقطه عصبتني بصراحه، لانه هذه اللقطه تكررت ضد تونس وتو تكررت ضد الجزائر، لما ايت نوري على الجهه اليسار توغل في منطقه 18 متر وحاول وسقط وما كانش يمثل على فكره، ما هيش ضربه جزاء اوكي. لما سقط اللاعب النيجيري هو اللي تهجم على ايت نوري، وهذه من الغريب الامور، هجم عليه وزاد جا الحارس هذاك، كرهته استغفر الله، بتاع نيجيريا مشاكلي بتاع النيجيريين راهو عموما كمنتخب ممتاز ما عندي ما نقول فيه، اما راهم النيجيريين كما السنغاليين راهم مشاكلي، راهم تاع مشاكل، ديما يدخلوا في المشاكل معروفين. اللاعب النيجيري تهجم على ايت نوري وايت نوري ياخذ لك ورقه صفراء من الفوق، والحارس هذاك نتاع نيجيريا المفروض يستحق ورقه صفراء وما خذاش ورقه صفراء. يعني ظلم عيني عينك. الحكم السنغالي هذا ظلم الجزائر. شوف انا بطبيعتي نكره نظريه المؤامره، وهاي مؤامره ومؤامره ما نحبش احكي بها، لكن احيانا نرى والله في بعض الاحداث واللقطات تضطرك تفكر تقول ثم حاجات وراء المقابله، الله اعلم. انا هذا بالحق كان جاي مستقصده ضد تونس، عمل حكم اخر نفس الشيء. اللقطه بتاع حنبعل لما سقط حنبعل ضد نيجيريا ومشت الكرة بالرمضان، المفروض في بديهيات الكرة لما الكرة تمشي اللاعب من نفس الفريق حتى لو لاعب سقط ومشت الفريق اخر وفي وضعيه تسجيل، في وضعيه سانحه للتسجيل، تعطي الاسبقيه، تخليه يلعب، ومن بعد لما توفى اللقطه لما تنجم تقدر ترجع وتعطي ورقه صفراء مثلا للاعب هذاك. هو لا،
وقف المقابله. وتونس شفتوها لما خرج بالرمضان مع الجارديان بتاع نيجيريا، كان اخر لاعب هو اللاعب نيجيري الجارديان، اسقطوا. وكان المفروض يخلي اللعب، واللاعب والحارس النيجيري يخرج بورقه حمراء، المفروض بديهيات الكره. لا، رجع للمخالفه من الاول ونسى الحارس النيجيري ما عطى حد شيء. يعني بعض الحكام الافارقه بصراحه يبينوا انه مستواهم هزيل. ما فهمتش. وانا اللي يهبلني اكثر الفار. انا نلوم الفار اكثر من الحكم السنغالي هذا بتاع مقابله الجزائر، او حتى الحكم اللي حكم تونس ونيجيريا. بصراحه الفار في كم لقطه مضى في 3 ولا 4 ولا 5 مرات ما دخلش. شو الحكايه هذه؟ في اللقطه بتاع ضرب الجزاء المفروض يتدخل على الاقل. لو مش متاكدين، اما هي بتاع شك، المفروض هذيك فار تشيك، يعني بينالتي تشيك تاع الفار، المفروض يعطيهم والحكم يقرر. في اللقطه هذه اللي عصبتني هذه بتاع ايت نوري، المفروض نفس الشيء الفار يدخل. سيدي ما فهمتش انا كيفاش بصراحه. لخبطه، وثم امور وراء اللخبطه زاد ما نعرفش. انا وليت باش نشك بطبيعتي، ما نشكش في النوايا وما نشكش في الكواليس، اما ثم حاجه ما فهمت شيء راهو. والتحكيم الافريقي في الدوره هذه مش راهو مش كتوس. انا شفت حتى المغرب ضد الكاميرون، ثم لاعب كاميروني ضرب واحد مغربي وكان المفروض يخرج ورقه حمراء وما خرج. ما فهمتش التحكيم بصراحه. مش هذاك كل. على كل حال مرة أخرى نقول سيدي، أنا إن شاء الله مبروك، إن شاء الله حظ سعيد للمغرب. ماذا بين المغرب تربح، ونيجيريا ما نحبش تربح من الآخر صراحة، على حاجة يلعبوا عندهم فريق من أفضل ما ثم. وأنا استغربت كيفاش الفريق النيجيري كيفاش هذا ما يمشيش لكأس العالم. لكن اللاعبين نتاعهم راهم شكلية، راهم دي كلوشار، راهم كلوشارات بالحق. هذوما الناس في كل لقطة يدخلوا يبدوا يدفعوا، يبدوا يجي باش يضرب. لاحظوها ضد تونس، عملوها ضد الجزائر. والله ماذا بين المغرب تعطيهم 10، اقسم بالله خلي ربهم فعلا. والتحكيم الافريقي راهو مش الكل، هذوما اللي سميتهم هذوما بتاع السنغالي واللي حكم ضد تونس، هذوما صفر. هذوما المفروض لو كان الاتحاد الافريقي يحترم نفسه يستدعاهم للمساءله. انا اخر ما سمعت اليوم يحب يعاقب المنتخب الجزائري على الاحداث اللي صارت في بعد ماتش نيجيريا. المفروض تستدعوا الحكم هذا تشوفوا شنو حكايته، شنو قصته بالضبط. هذا الراجل جاي بنيه مبيته، ما فهمتش انا. تحسه يعني يعصبك الصراحه، يعصب. انا شوفوا اليوم راهو تكلمت، خليني انا ما عنديش هالحساسيات بتاعكم راهو، بتاع البعض. الجزائري ما يحبوا المغرب تخسر، وهالمغاربه يحبوا الجزائر تخسر، وهالتونس ما ندخلش فيها انا الحساسيات هذه، والمستوى ذاك ما ننزلش ليه. ماذا بيا تونس تربح، مصر تربح، الجزائر، المغرب، انا نمشي نجمع، نحاول نتكلم بمنطق تجميعي اللي ما يشتتش. نعرف انا انه ثم ناس من هنا ومن هنا راهم مستوياتهم منحطه. انا كنشوف اليوم المهاترات اللي تصير بين المغرب مغاربه والجزائريين، او حتى بين التوانسه. في الفتره الاخيره صاروا التوانسه والجزائريين يتسابوا، انه المغاربه والتوانسه ولوا مع بعضهم تو ضد الجزائريين. شوفوا راهو يا ناس اعملوا عقولكم، والله راهو مش معقول، والله مش معقول. انا نعرف راهو ثم ناس راهم هم اللي يخربوا ومستوياتهم مستويات منحطه. لكن شوف ربي يهدي على كل حال. وان شاء الله نشوفوا نهائي فيه مصر والمغرب، ان شاء الله يكون نهائي، وربي يهدي الجميع الاكثر والاقل. والسلام عليكم.